الآن هو بصدد إنجاز الإحصاء العام السادس والسكنى للمملكة، اللي مطلوب منه عدة أدوار أساسية وأهداف أساسية سطرتها الرسالة الملكية اللي أعطت الأمر بإنجاز الإحصاء السادس مرة كل 10 سنوات كما ذهبت المملكة على ذلك. بالطبع في الجهة هذه العملية كما هو الشأن على سائر ربوع المملكة انطلقت منذ سنتين. انطلقت الأعمال الخرائطية الممهدة للإحصاء اللي كانت ضرورية أولا باش نجردوا شنو الوسائل البشرية والمادية اللي نحتاجوها يمكن نجزوا هذا الإحصاء وهذه الأعمال الميدانية الخرائطية. استعنا بها بالوسائل الحديثة بالصور الجوية والأقمار الاصطناعية وكذلك يعني لي لوجيسيال المتخصصين في إنجاز الخرائط، بالإضافة إلى الفرق الميدانية. لمدة سنتين اتضحت لنا الصورة عن عدد العنصر البشري والمواد المادية، يعني الوسائل المادية اللي يحتاجها إنجاز إحصاء السادس والسكنى. وفي ختام هذه المرحلة انطلقت لمدة 6 أشهر عملية إعداد ترتيبات إنجاز الإحصاء اللي كان الهدف الأساسي هو جرد الوسائل المتاحة، ثم أساسا فتح باب الترشيح من أجل المشاركة على العموم بصفة شفافة وديمقراطية، مع توسيع المشاركة هذه السنة لتشمل شريحتين أساسيتين اللي هما شريحة الطلبة اللي عندهم مستويات عليا من التكوين، ثم كذلك حملة الشواهد من أجل يعني التمرين والتدريب على سوق الشغل وكذلك صقل الخبرات ديالهم. هذه العملية هذه الحمد لله أعطت الأكل ديالها. الدليل على ذلك على أن عدد الترشيحات اللي توصلنا بها كانت حوالي 1200 ترشيح بالنسبة لمجموع الجهة، واللي كان نصيب الأسد فيها أساسا لحملة الشواهد والطلبة. ومن بعد انطلقت العملية ديال انتقاء المرشحين بناء على عدة معايير. أولا حددها مرسوم رئيس الحكومة اللي نص بالتصريح على أن كل فئة عندها شروط معينة سواء من ناحية التكوين أو من ناحية التجربة المهنية. هذه العملية كذلك توجيه استدعاءات لمختلف المترشحين في بداية شهر 6 وتحديد المراكز اللي غادي يتكونوا فيها. بعد هذه العملية كان لابد من إطلاق المسلسل ديال التكوينات اللي الهدف الأساسي منه هو تدقيق المفاهيم وحاولة يعني تكييف هذه المفاهيم الإحصائية للواقع المعاش يعني في المدن وفي الأحياء وفي الدواوير وفي التجمعات السكانية وفي المراكز الحضرية. وهذا هو الهدف الأساسي من التكوينات اللي بدأت. أول تكوين بدا تكوين المشرفين الإقليميين اللي هما 2 اللي عندهم تجربة وعندهم كفاءة، خصوصا وأنهم شاركوا في الإحصاءات وقادوا عمليات ميدانية، ولكن كان لابد من أنهم يتلقوا بعض التعليمات جديدة اللي كاينة في هذا الإحصاء بالمقارنة مع الإحصاءات السابقة اللي كتهم واحد المجموعة من المعطيات جديدة تضمن استمارات الأسرة والمسكن. في ختام هذا التكوين توجهوا الجهة كيشرفوا على تكوين المشرفين الجماعيين لمدة 12 يوم بالاستعانة بالطبع مع مشرف مركزي متخصص من الناس اللي شرفوا على يعني بلورة هذه الاستمارة، من أجل كذلك تجاوز بعض الصعوبات أو حالات يمكن تظهر في الميدان يصعب على أن تكييفها المفاهيم الإحصائية. في ختام هذه العملية الحمد لله بانت الملامح ديال النجاح. أن المشرفين اللي تم اختيارهم بناء على معايير موضوعية، أولا قدرتهم على المعرفية على ضبط هذه المفاهيم وكذلك تجربتهم المهنية في إدارة عدة عمليات، وبالطبع باحترام المعايير اللي تضمنها مرسوم رئيس الحكومة. لتنطلق العملية الثالثة من التكوينات اللي هي تكوين المراقبين المكونين، اللي كان لا بد من أنها تنجح باش نضمنوا نجاح العملية الموالية اللي هي تكوين المراقبين والباحثين اللي هما جهاز الإحصاء اللي هما يعني ميدانيا غادي يتوجهوا الأسر باش يحصوهم.
والحمد لله هذو العمليتين مروا في واحد الجو شبه احتفالي. كانت فيه مناقشات معرفية ما يمكن إلا تفرح الجميع، وكان فيه اجتهاد من طرف الجميع وروح المسؤولية، وكان انخراط ذاتي. وفي هذا الصدد كنشكر مجموع المشاركين سواء من رجال التعليم موظفين، ولكن بالأخص حملة الشواهد والطلبة، لأنهم رفعوا التحدي معنا وبينوا على أن شباب المملكة هو مستعد على أنه يشارك، ماشي فقط يجي ويكتاتب الوقت اللي يطلب منه في إدارة العمليات الكبرى. ورفعوا هذا التحدي إلى اليوم الأخير الحمد لله، اللي كما شفتوا كان حفل تتويجي من طرف السيد الوالي، اللي وجه يعني كلمة توجيهية دقيقة مركزة وكتعطي الأساسي، هنأهم وكذلك دعاهم على أنهم ينطلقوا الميدان بنفس روح المسؤولية ونفس روح المواطنة اللي كان فيها التكوين. في هذا الصدد كذلك ما يفوتنا على أننا نشكر جميع اللي واكبونا واشتغلوا معنا في هذا الميدان. أولهم يعني السلطات المحلية وعلى رأس السيد الوالي، اللي وفروا جميع الوسائل المادية من قاعات، وسائل لوجستية، من يعني لدرجة أن الأدوات اللي كنا كنشتغلوا بها هي أدوات مشتركة من جميع القطاعات، لي داتاشا يعني جميع الوسائل تم تعبئتها وتجنيدها. وكذلك كنشكرهم لأنه الداخلة تميزت مرة أخرى بأنها كانت بين المراكز القليلة اللي استطاعت أنها تؤدي مستحقاتها في الوقت المناسب مباشرة بعد انتهاء التكوين، وهذه ما هي سهلة، لأنه كانت عملية كتطلب أولا الدقة وتحيين المعطيات الخاصة وتدقيقها. وفي هذا الصدد كنشكر يعني الأطر ديال المندوبية السامية للتخطيط اللي سهروا بعض المرات حتى لواحد ونص 2:30 الليل باش هذو المشاركين يتلقاو مستحقاتهم في الوقت الملائم، باش يمكن لهم أنهم يستراحوا نهارين في انتظار الموعد الكبير الحاسم. وكذلك كنشكر يعني لو ريجيستور ديال الولاية لا DBM في لا ديفيزيون ديال الميزانية والصفقات الولاية، لأنهم حتى هم تجندوا معنا ووفروا سيولة في الميدان. كذلك ما يفوتنا على أن نشكر الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، لأنه واكبنا من النهار الأول، ولولا هذه المواكبة يمكن كنا نكونوا في ضيق وفي حرج، خصوصا أن عدد المشاركين الحمد لله وصل هذا العدد، لأنه كانت التغطية شبه يعني دورية. أي محطة كتكون تغطية إعلامية من مختلف المنابر، وهم اللي جعلونا على أننا تيسرنا هذه العملية ديال إنجاح هذه المحطات. بالطبع الانطباع الشخصي حاليا هو الرضا التام عن مختلف المراحل، ونطلب من الله أن يوفقنا في مقبل الأيام احنا وهذا الفريق اللي شاب، يعني هو اللي يرفع مشعل الإحصاء وإنجاز العمليات الإحصائية، ويمكن عمليات أخرى أكبر من الإحصاء يكون هذا الفريق مشارك فيها. لما لا؟ لأن التغيير كيبدا من الشباب، وكنظن بأنهم يعني علامات نجاح بادية إن شاء الله.